السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله اخوتي واحبتي متبرعين بيت سيد محمود، اللهم يجزيكم بالخير والعافية. هذا سيد محمود جاي يشتغل ببيته اللي انتم تبرعتوا له بيه، اللهم يحفظكم، الله يخلي الأمة وأخواته بحق محمد وآل محمد. هذا البيت كان سيد محمود كان يشتغل بالكرك وهو العمال، الله يحفظه. هذا كله من خير الله وخيركم. هذا أحد الخلفاء صاعد للعمل، جاي يعني أواخر اللبخ، احنا جاي نشتغل لبخ بيه إن شاء الله. أنا خادمكم الشيخ جاسر الصيادي، وبخدمتكم وبخدمة كل الناس. هاي واحدة من الغرف همينة كملت إن شاء الله. إيش ظلت عندنا؟ احنا ظلت عندنا بس الأرضية شوية، الأرضية إنه هي اللي ما كاملة. إذا كملت الأرضية نحسب البيت كله كمل إن شاء الله. الله يبارك بكم. هاي الغرفة الثانية جاي هذا أستاذ أحمد جاي يشتغل بيها، الله يحفظه، جاي يعدل بيها تعديلات. قلت لكم بس الأرضية هي الأرضية اللي بعد ما كانت كاملة. اللي عنده أخوان لا يقصر ويا هذا السيد المسكين، هو وأخواته اليتامى. قلت لكم محتاجين الأرضية، محتاجين الصبر، محتاجين كهربائيات كملة، كملت الحائط كمل والزقف كمل يعني اللبخ. فبعد عندنا عوزنا أرضية وعوزنا الصبر وعوزنا الكهربائيات، جام الشبابيك. المهم لا تقصرون، للي عنده لا يقصر بالتبريع. الله يحفظكم. هذا إن شاء الله البيت يكمل بجهود الله وجهودكم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويطيل أعماركم. كلهم الخلفات والعمال كلهم يشتغلون، يعني ساعدونا هم الناس، ما قصروا بأقل الأثمان، يعني ما أجرتهم